الشمس قررت دماغي. انت فين يا ابني كل ده؟ قلت لي هجيب مراتي وهاجي واستنى الاتوبيس، ولا في اتوبيس جه ولا في حد من ساعتها. لا حول ولا قوة الا بالله، انا خايفة احسن اتأخر على ميعاد الطيارة. يا ترى انت فين يا اسلام؟ يا ترى انت فين؟ لو سمحتي، لو سمحتي، اخيرا لقيت حد معدي. ايوه يا حاجه، في حاجه؟ بعد اذنك يا بنتي، هو الاتوبيس هيعدي من هنا الساعة كام؟ اتوبيس؟ ايوه. اتوبيس ايه يا حاجه؟ هو هنا ما فيش اتوبيسات بتعدي. عقبال عندك، الاتوبيس بتاع الحجاج. الحجاج؟ ايوه. هو انت هي على الله دي ولا ايه؟ بتقولي ايه؟ اتوبيس ايه يا حاجه بتاع الحجاج؟ ما فيش اتوبيسات بتيجي هنا. وانت فاكره نفسك في مطار؟ ده احنا في صحراء، احنا في حته مقطوعه. انت انا مش عارفه بتتريقي انت عليا ازاي يا واقفه ليه بنتي؟ كده اصلا. انت بتتريقي عليا ليه؟ يا ستي ولا بتريق ولا حاجه، حاجه مش طبيعيه اصلا، وكلامك مش منطقي. انت مش شايفه قدامك احنا في حته مقطوعه، ما فيش اتوبيسات نهائي بتعدي من هنا. انت مش فاهم، اصل اتوبيس الحجاج هيجي ياخدني من هنا عشان يوديني المطار. ايوه. يا حاجه افهمي، انا مش عارفه افهمها ولا هي. بصي، ما فيش الكلام ده، ما فيش هنا خالص. هنا حته مقطوعه ما فيهاش اللي انت بتقوليه ده. انا انا همشي. عايزاني اساعدك بحاجه؟ مقطوعة ازاي بس؟ ده ابني نزلني هنا وقال لي ان الاتوبيس بتاع الحجاج هيجي لي هنا. ابنك؟ هو ده هو ابنك اللي حاجز قالك لي. كده؟ ايوه، ايوه حاجز لي الحجه، هو هطلع الحج صلاة النبي. زميل الاتوبيس جاي، ممكن انت ما تعرفيش. يا حاجه اكيد انت فاهمه غلط، او ابنك مثلا برضو يعني يمكن جابك مكان غلط ولا حاجه، هو مش عارف هو برضو. ازاي يعني مش عارف؟ انا مش فاهمه حاجه. انت عايزاني اساعدك بحاجه؟ طيب لا يا بنتي شكرا. طبعا اذنك. طب بقولك يا بنتي، معلش اخر كلمه بس، حقك عليا. لا ولا يهمك يا حاج. ينفع تتصلي لي بالرقم ده؟ اصل انا كمان نسيت تليفوني هناك في البيت وما جبتوش معايا. اتصلي لي بالرقم ده على ابني، لا لا يمكن لا نزلني في مكان غلط. لا، قوي قوي ما حقك عليا. هتصل لك بيا يا ستي، ما فيش مشكله. يا رب، ربنا يسترها معاكي. يا رب، يا رب الحق الطياره. اشتقت لك يا حبيبي، اشتقت لك يا حبيبي يا محمد. صلى الله عليه وسلم. بيرن ممكن تقعدي. ايوه، ايوه يا اسلام. ايه يا اديني جوزك، ده شكله نزلني في مكان غلط. ايه يا حماتي؟ مين ده؟ نزلك في مكان غلط؟ ايه، لا طبعا ده نزلك في المكان الصح، المكان المظبوط. ايوه يا حماتي. ونسيت اقولك كمان، البيت بتاعنا احنا بعناه ومشينا منه. يلا بقى يا حماتي، خلي بالك على نفسك، لا ما تقلقيش. يلا باي. لا ما نزلنيش في مكان صح، ده مكان. الو يا آية. الخط قطع، كلميه تاني، ولا انت يمكن رصيدك خلص ولا حاجه. هي جابت الرقم منين؟ انا ايش عرفني؟ انا واخد تليفونها اصلا. ايش عرفني؟ امك اصلا بتتصرف، بتلاقي اي حاجه وبتكلمني، تلاقي حافظه رقمك ولا حافظه رقمك. اسوح. طب بقول لك ايه، احمد اخويا اوعي يعرف باللي بيحصل ده. عيب انت فاهمه؟ عيب عليك. لو سألك امي فين؟ في عمره وربنا يتقبل. امين يا رب. يلا بقى، هتوحشيني قوي يا حماتي. يا رب تدعي لنا بقى دعوه حلوه كده. يلا تعالي تعالى، بس عايزاك. يا حاجه رصيد ايه اللي خلص؟ انا معايا بكره. طب كلميه تاني هتلاقي الشبكه. انا خلاص فهمت كل حاجه. فهمتي ايه؟ ابنك كده يبقى مش عايزك يا حاجه، وهو اللي عمل كده متعمد. ابني مش عايزني ازاي يعني؟ لا انت هو انت فهمتي ايه؟ ده ابني 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 ده ابني عامل لي الورق وعامل لي كل حاجه بتاعت الحجه. انت مش واخده بالك؟ استني هوريك الباسبور عشان تعرفي ان الكلام صح. ده هو اكيد نزلني في مكان غلط. طب بس رن عليه كده، هو هيرد عليا ويقول لي انا جاي لك يا ام. استني، بصي الباسبور. الباسبور. الورق
بننساه معاه، الورق بننساه. رنلي عليه والنبي، رنلي عليه. انا ما انت لسه مصممه برضه على في دماغك يا حاجه؟ بصي انا اقول لك على حاجه، انت تيجي معايا وانا اعتبريني زي اختك. هتيجي معايا وتقعدي معايا عشان ما ينفعش تقفي في الحته المقطوعه دي لوحدك. هاجي معاكي فين؟ لا، ابني ما سابنيش. انت مش واخده بالك، ده مراته صحيح مش بتحبني والكلام ده، بس هو لا، ده انا مربيه راجل، ده انا صارفه عليهم بالحلال، ما صرفتش جنيه حرام. لا لا، ابني هيجيلي. هو ما تعرفيش ظروفه ايه ولا ايه اللي خليه يعمل كده. أيوه. بس بصي، ما انت ما ينفعش تقفي هنا، الحته دي مقطوعه ومش امان ليكي، وبعدين انت هتفضلي في الشمس واقفه كده. طب وبعدين؟ تعالي بس معايا، تعالي معايا، ما تخافيش، انا بنتي امان والله، واعتبريني زي اختك. انا مش عايزه منك حاجه والله. لا انا مش بتكلم على حاجه، بس ما اقدرش اتحرك، انت مش واخده بالك. انا ما اقدرش اتحرك. اصل ابني لو جه وما لقانيش هيقلق وهيتخض عليا، هيقول امي راحت فين، وانا نسيت التليفون هناك. قلت لمراته هاتيه، هات التليفون، قالت لي حاضر، وجت بسرعه على المكنه بقى، قال لي يا امي بسرعه عشان الحق الاتوبيس. فانا نسيت التليفون وهتلاقيني انا نسيت برضو الجواز. انا نسيت الورق معاه، بس ابني هيجي. ايوه هيجي. خلاص يا حاجه بقى، انا تعبت معاكي وانت مصر، انا كنت عايزه اساعدك. معلش هاتي الرقم عشان ابقى ابقى خليه معايا احفظه. خليه معاكي. لا حول ولا قوه الا بالله. مش انت هتيجي يا اسلام؟ مش انت هتيجي لامك؟ ولا زي الست دي ما بتقول ان انت سبتني يا حبيبي؟ لا يا اسلام، ما سبتنيش، صح؟ الرقم معايا اهو. ايوه، ما انت لو سبتني ما كنتش اديتني الورقه دي يا اسلام. ولا انت اديتني الورقه دي عشان عارف ان انت خدت التليفون يا اسلام، وعارف ان انا مش هعرف اوصل لك؟ لا، تخليش الشيطان يلعب في دماغك يا وفاء، ده هيجيلك. ده هيجيلك. ايوه انا هفضل واقفه هنا. هو اللي انت قلتيه فعلا ده، واحنا فعلا هنبيع البيت؟ طبعا. هو انت عايز نقعد فيه علشان امك تدي لاي حد العنوان وتيجي؟ لا يا بابا. وبعدين ما تقلقش، انا شفت مشتري وزمانه جاي. لا والنبي. وانت كمان اتفقتي مع المشتري وظبطتي معاه من غير ما ترجعي لي، صح؟ ويا ترى بقى المشتري ده هياخد البيت بكام؟ بسعر رخيص؟ اولا انا عارفه يا حبيبي ان انا وانت دماغنا واحده ومصلحتنا واحده. تاني حاجه ما تقلقش، المشتري هناخد منه الفلوس اللي احنا عايزينها، هنبيع بالسعر اللي على كيفنا. متأكدة؟ حاجه تاني متأكدة. بس اهم تمام. حاجه تكون ان البيت ده يبقى مكتوب باسمك. لا ما تقلقيش، انا امي بتحبني جدا وواثقه فيا جدا، وكاتبه لي البيت عشان ابقى انا وريث على احمد. اما نشوف. وبعدين هنعمل ايه في اخوك احمد؟ لا ما تقلقيش، اهم حاجه بس ان هو ما يعرفش حاجه. ما نشوف هنعمل فيه ايه. ماشي. شوف الراجل فين بقى. هرن عليه دلوقتي. الو. ايوه حضرتك فين؟ خلاص ماشي، اول ما تقرب كلمني. سنة. تمام، اقوم بقى انا اجهز الورق واجهز الحاجه كلها. ماشي يلا. ماشي. ادخل كده، يبقى ايه معلوش حاجه وخلاص، نقول له انت كده سلسله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ علي، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. بعد اذنك بس انا خلصت الشغل اللي عليا كله. تمام. انا كنت عايز بس استاذن عشان والدتي طالعه الحج يعني وكده، وعايز اروح اسلم عليها قبل ما تطلع. تسيب الشغل وتعمل ايه؟ واروح اسلم على والدتها قبل ما تطلع الحج. يا نهارك ابيض، تسيب الشغل وتروح تسلم على والدتك؟ طب ما انا عملت كل اللي عليا. انت عارف يا احمد انت بتقول ايه؟ انت بتقول احسن حاجه في الدنيا انك تهتم بوالدتك، دي حاجه كويسه جدا. عارف كده ولا لا؟ انا مش فاهم حاجه. انت عمال كنت انا افتكرتك تقول لي لا ما تروحش. ازاي يعني؟ ازاي هقول لك على والدتك ما تروحش؟ يعني وتقول طالع الحج، يعني تقول لها عم علي بيقول لك ادعي لي كمان. يعني انت موافق؟ طبعا موافق. يا سلام. الله يخليك ليه يا عم علي. ايه؟ والدتي يعني طالعه حج يعني. ليه الله يبارك لك. ليه افتكرت ان انا ممكن اقول لك لا يعني؟
ده اول ما دخلت عليك لقيتك مستغرب. لا لا، بص يا حبيبي هقول لك على حاجه. انا بفرح جدا لما الاقي شاب زيك كده يهتم مثلا يتواصل مع والدته كده وصله الرحم والكلام ده. ليه؟ الزمن يا ابني بقى سريع، خطواته سريعه قوي، والناس الزمن ما بقاش فيه بركه. تلاقي عدت كذا سنه كده فجاه، وتلاقي مثلا بينك وبين اخوك ما شفتوش بقالك كذا سنه، بينك وبين والدتك ما شفتهاش بقالك كذا سنه، فاهم؟ فعلا يا معلم. فدي حاجه كويسه جدا ان انت تتواصل مع والدتك كده. بس انا عايز منك حاجه بقى، توعدني وعد. وعد. قول لها عم علي صاحب الشغل عندي بيقول لك ادعي له، حاضر. وان شاء الله لو طلعت حجه برضه هدعي لك انا كمان. انا مبسوط منك قوي يا احمد ان انت بتهتم بالحاجه دي، الله يخليك يا عم. ومبسوط منك اكتر انك بتهتم بشغلك برضه كمان، انك انت ما بتخليش حاجه عليك وبتشتغل قبل ما تروح اي مشاوير زي كده. الحمد لله. لا الباب عايز نجار على فكره، وببعت لنا نجار بقى. بهتم بشغل يعني الحمد لله، وبرضه والدتي ده بر الوالدين برضه. طبعا ده القران ما وصاش اكتر على الوالده يعني اكتر حاجه وصى عليها هي الوالده يعني. طيب بعد وطبعا والدك طبعا، بس يعني اكتر حاجه اهتم بيها القران هي والدتك. الوالده الله يرحمه. هي هتمشي امتى؟ تمشي النهارده. والدك الله يرحمه. طب بص يا احمد، امسك دي بتاعي. حطهم في جيبك، روح وصل والدتك وادهم لها. لا شكرا يا عم، انا معايا فلوس معايا. يا حبيبي اسمع، مش ليك، دول لوالدتك. حسسها كده بعزك، حسسها ان انت راجل وان انت صاحب واجب. انت مسافره يا امي، خلي دول في ايدك، حتى لو هي معاها هتاخدهم منك عشان تبقى فرحانه انا ابني اللي بيديني، فاهم؟ لازم تعمل ده. خلي بالك يا احمد، احنا بتعدي علينا حاجات واحنا شباب المفروض ما تعديش علينا. المفروض لما اروح لواحد حتى لو اخويا او اختي امي ما تبقاش ايدي فاضيه في مناسبه، ما اروحش ايدي فاضيه ده اخويا ده اختي ده امي، لا ما اقولش كده. لازم ابقى ايدي مليانه، تبقى عامل حساب لمجيتي، الناس تبقى عامله حساب لمجيتي. ده مهم قوي يا احمد، الناس بتغفله. فانت لما تروح والدتك دي دول خد يا امي، اقول لها لا ده مني انا يا امي، لازم ابقى انا حاسس ان انا بديك عشان ابقى مطمن ان انت واخده فلوس. فعلا عندك حق يا عم علي. طب بس دول كتير قوي. ماشي، ممكن اخد منك 200 جنيه يعني واسيب لك الباقي عادي. ده دول قد مرتبي. يا عم سيبك على الله، انا ما اعرفش هما كام، يلا خلاص رزقك. حاضر يا عم، الله يخليك. يا ولد بعد اذنك. هيتخصموا منك على فكره. ها عادي. بضحك عليك، خد تعالى سلم عليا. بص قول لها تدعي لي، ونفسي في جلابيه من عند الرسول. حاضر. هات في حقها يعني مفيش مشكله. يلا سلام. سلام. الحمد لله، واحد بيفرح لما بيلاقي شباب زي كده والله. كويس، واد ابن حلال. عقبال الباقي بقى يبقوا زيه كده ويهتموا باهلهم، بس اهم حاجه يهتم بشغله زي ما ده اهتم بشغله الاول. يلا. والله يا عم علي ده راجل طيب قوي، ان هو يعمل معايا حاجه زي كده ويديني الفلوس دي ويقول لي خد اديها لوالدتك. ده مفيش حد عملها معايا، بس هو فعلا كلامه صح. المفروض اخد الفلوس دي واديها لوالدتي عشان احسسها كده ان انا بصرف برضه على البيت. لازم دلوقتي اروح وافرحها واديها الفلوس دي واسلم عليها قبل ما تمشي على الحاج. الست دي صعبانه عليا قوي. يا ترى اكون انا اللي غلطانه وهي اللي صح؟ يا ريت ربنا يخلف ظني ويكون فعلا ابنها سايبها وهيجي لها او حطها مكان غلط. بس لا يعني وانا عبيطه للدرجه دي؟ كل الشواهد بتقول كده، خاصه كمان لما كلمت مرات ابنها الحربوقه دي وقالت لها لا ده هو اللي سابك. انا كان نفسي بس تسمع كلامي وتيجي معايا، ما انا قاعده لوحدي اهو في بيت طويل عريض. صعبت عليا قوي، بس انا هعمل ايه؟ ما انا مش في ايديا حاجه. ما كانش يعني ينفع اضغط عليها واقول لها تعالي بالعافيه، يعني هشيلها واجيبها. يلا اللي حصل، يا رب يكون تفكيري غلط وهي اللي صح، ويخلف سوء الظن اللي انا فيه ده يا رب. ايه امال فين ماما؟ وهي ماما هتفضل قاعده كل ده لحد دلوقتي ليه؟ ما انت ناسي ان هي عندها سفر، راحت العمره يا حبيبي. ما انا عارف ان هي عندها سفر، بس ازاي تروح الحج دلوقتي؟
ما هي راحت عشان ميعادنا دلوقتي. طب وانتوا ازاي ما تكلمونيش؟ وازاي تعرفونا؟ ازاي مش تعرفوني بحاجه زي كده؟ ما انت عارف يا احمد، يعني احنا كل شويه هنقول لك. انا ما اعرفش ان هي وبعدين تمشي خلاص. دلوقتي، انا افتكرتها ان هي تمشي على المغرب. لا وبعدين لا, أنا لا مغرب ايه، هنستنى لحد ما تنزل بالليل، ما ينفعش. من- لا كده تروح على الصبح. انت المفروض كنت ترن عليا. وفين اخويا اسلام؟ اخويا اسلام ما رنش عليا ليه؟ انت في ايه؟ انت بتزعلي كده ليه يا احمد؟ انا كنت جايب لها بالراحه. الفلوس دي. هات الفلوس دي، انا مدياها. دول كام دول؟ تمام، انا مدياها اكتر، مدياها بالعمله بتاعتهم. هات الفلوس دي بتاع ما انا والدتي. بقول لك انا اديت لها فلوس. في يا جدعان انت تعالى شوف هو بيزعقلي كده ليه. بتزعق ليه كده؟ انت ازاي يا اسلام تمشي والدتي من غير ما تخليني اسلم عليها؟ طب ما خلاص اعمل ايه طيب؟ هو وقت بقى العربيه تعالى. ووقت السفر وخلاص ومشيت، اعمل لها ايه طيب؟ طب على الاقل عرفني قبلها بساعه، كنت اجي هنا اسلم عليها. حصل خير يا ابني انت هتفضل تسلم وهو يسلم ومش عارفه ايه، وامك هتتاخر كده. يا احمد ما تقلقش على والدتك، انا جبت لها عربيه واطمنت عليها واديتها فلوس كمان. ما تقلقش بقى. وبيعني ذهبي. شفت اهو، يعني انا ما تقلقش على امك خالص. هتجيب لي ذهبي امتى؟ طيب خلاص، هات التليفون ارن عليها. لا تليفون ما ايه؟ هي سابت التليفون بتاعها هنا، بس اخوك بقى موصي ناس اول ما نسيت يوصلوا أقول لك، هناك صح. تكلمه. سابت التليفون ازاي؟ طب وانا اوصل لها ازاي يا اسلام؟ ما هو ده قلت، اسمه كلام؟ ما انا بقول لك اهو. هي نسيت التليفون ومشيت من السربعه يعني. طب هعمل ماشي، إيه؟ هي ممكن تنسى التليفون. الناس لكن اللي انت معاها- تفتكر حاجه زي كده يا الناس اللي اسلام؟ معاها. نسيت انا كمان. ثواني يا هيا بقى دلوقتي، انا نسيت اصلا ان اديها التليفون، كان ميعاد السفر فاستعجلنا. يلا اهو، خدت بعضها ومشيت. طيب ماشي، انا عايز الفلوس دي بتاعتي انا. بقول لك اخوك مبيعني الذهب عشان يصلح امك عمره. انت بتقول ما ايه؟ احنا من كام قرش دول حاجه بسيطه من اللي انا اديتهم انا لامك. كنت جايبهم لوالدتي. ما انا مديهم احنا لهم. مدينها بزياده. ما عادي، تقلقش. كتر خيرك يا احمد يا حبيبي، كتر خيرك. طيب خلاص، انا طالع فوق رايح شويه. طلع فين يا لا تعالى بس انا عايزك. استنى يا اسلام، أنا انت عارف. في ايه؟ عايزه في ايه يا اسلام؟ انت عايزه ايه طيب؟ انا عايزاه يجيب لي حاجات من السوبر ماركت يا اسلام. طب خلاص شوف مرات اخوك عايزه ايه. معلش بقى يا احمد، هتعبك معايا. ما اصل انا طالع عيني من نهار ربنا مع مامتك علشان احضر لها الحاجات واوديها الاكل ومش عارفه ايه عشان تطلع عمره، ومديها الفلوس بتاعتي والذهب بتاعي اللي اخوك مش عايز يجيبهولي. ما علينا. تمام، انا عايزه كده كام حاجه كده من السوبر ماركت، على كام حاجه كده من الصيدليه اللي جنبها. خلاص ماشي، بعتهم لنا على الواتس وانا هجيبهم لك. ماشي يلا روح انت بقى. كتر أصل أنا خيرك يا هبعت احمد، لك والله كل مش عارف اقول لك ايه بصراحه. معاك فلوس ولا تاخد؟ لا معايا فلوس. طب يلا يا حبيبي. بسرعه بقى ما تاخرش ها. حاضر. يا ريتك يا ام كنت رنيت عليا ولا كنت جيت وصلت. انا كان نفسي كنت انا اللي اجي اوصلك بايدي. كنت نفسي اسلم عليك قبل ما تمشي. بس يلا ان شاء الله انا اللي استقبلك. يا بنتي اللي انت عملتيه ده، مش الواد كان طلع يرتاح شويه؟ الواد تعبان من المشوار. اهي يرتاح ازاي وفي مشتري جاي ياخد الفيلا؟ انت تصدق ده انا نسيت وانا خالص عماله كمان. اقول لك يا اسلام يا اسلام، وانت تقول له لا انا عايزك تقعد استني معايا. بس كمان، وفي حاجه هنا انا خدت بالي منها وانت بتتكلمي. ايه؟ حوار الذهب اللي انت بعناه ومش بعناه؟ دهب اللي ما هو بعتيه. لازم اقول كده عشان يفهم ان احنا مدين امك فلوس كتير. تصدق ده انا غبي قوي، ده انا مش مركز. ده انا حتى حقك عليا. ندمانه ان انا ما خدتش الذهب بتاعها. يلا حصل خير. الورق يلا. جاهز عامه، لما يجي المشتري نبيع على طول ونتكل على الله. ماشي، وانا هطلع دلوقتي هلم هدوم احمد عشان اول ما نخلص في البيعه هطرد اخوك ونمشي. طب يلا انجزي بقى، انجزي، خلينا نخلع بقى قبل ما يرجع احمد. طلعت من اخوك برزنه، انا طب مش عارفه اطلع كويس. منك بحاجه. يلا ده انت شطانه. يلا الحمد لله كده. ايه الدنيا تزهزه معانا ونبيع البيت واحمد يمشي. طب الواد احمد ده مش هيصعب عليا ولا ايه؟ ماشي. نغومه، بابا الحمد لله على السلامه. ايه مالك في ايه؟ لا مفيش والله يا بابا، اتفضل متضايقه ليه اقعد. كده؟ اتفضل اقعد بس يا بابا اقعد. متضايقه والله، حصل موقف معايا النهارده ايه حصل ايه؟ حرق دمي بصراحه. حد ضايقك؟ لا اما مش انا. امال ايه؟ اصل انا وانا جايه في الطريق الصحراوي كده عند الجبل، لقيت ست كبيره كده واقفه، يعني حاجه محترمه كده ومعاها شنطه سفر. في الجبل شنطه سفر؟ وندهت عليا وانا ماشيه. انا بصراحه كنت معديه ومش واخده بالي يعني. ندهت عليا، فلما التفت لها قلت لها نعم، عايزه مني مساعده، حضرتك عايزه ايه؟ بتقول لي انا مستنيه الاتوبيس. اتوبيس في الجبل؟ هو أتوبيس في إيه ده؟ اتوبيسات بتعدي من هناك؟ لا طبعا. قلت لها لا، هنا ما فيش اتوبيسات. طب ما كانت تاخد قالت اوبر لي- ولا تاكسي ولا حاجه؟ اسمعني بس يا بابا.
قالت لي ده انا مستنيه اتوبيس الحجاج هيجي ياخدني. حجاج؟ قال ايه هيوديني المطار. دي بتحج في زرزاره دي ولا ايه؟ قلت لها ايه انت وحضرتك، يعني الكلام ده مش منطقي، المنطقه هنا مقطوعه ودي صحراء وجبل. هي بتهزر مفيش يعني أتوبيس. ولا بتتكلم جد؟ بتهزر ايه يا بابا؟ ده انا قلت لك هتشفق عليها. اشفق عليها ليه؟ المهم شويه وقالت لي لا ده انا ابني هو اللي جابني هنا علشان استنى الاتوبيس وهياخدني واروح احج. قلت لها ابنها؟ ازاي يا حاجه ما فيش هنا اتوبيسات ولا بتاع. طب انت محتاجه مني حاجه طيب مساعده؟ قالت لي لا انا هستناه. فبدات امشي لقيتها بتندهلي تاني. طب ايه يا حاجه عايزه حاجه؟ قالت لي معلش خد الرقم ده كلميه او رني على الرقم ده. يعني ده رقم مين؟ ما هي لما رنت بقى عليه ردت عليها مين؟ مرات ابنها. على تليفونك؟ على الرقم اللي هي ضربت على تليفوني. المهم قالت لها بتقول لها يا بنتي انا شكل ابني وداني مكان غلط. قالت لها لا يا حاجه كلمتها بكل عجرفه كده، انا سامعه يعني صوتها باين في التليفون، ده المكان الصح وابنك سابك. قلت لها بس انا فهمت الموضوع ان ابنها يعني عيني سابها، لكن هي مقتنعه ان لا ده هي مرات ابني وحشه وبتقول كده بس ابني هيجي لي تاني. وابنها ما يعملش فيها كده طبعا. يا ستي قالت لي لا يا بنتي ده عمل لي الورق والباسبور. تخيل فتحت الشنطه ما لقيتش لا باسبور ولا ورق ولا اي حاجه خالص. يعني انا مش فاهمه ازاي يعمل كده في امه. انا اتضايقت وقعدت اقنعها يا ستي يديك يرضيك تعالي بس معايا. انا حوارك خلص معاها على ايه؟ ما انا قعدت اتحايل عليها يا بابا وهي ما رضيتش فسبتها بقى. ما انا هعمل سبتيها ايه يا نغم؟ ايوه يا بابا يعني هشيلها يعني واجيبها بالعافيه. يعني ست غلبانه زي كده وتايهه واكيد متمسكه لغايه دلوقتي تلاقيها مستنيه ابنها عشمانه ان ابنها يجي لها تقول لك ابني مش هيعمل فيا كده. مش متوقعه معرفش. انا ما قدرتش اتصرف يا بابا طول مش الوقت متوقعه الحركه دي اصلا من ابنها طبعا. يا عيني ما هو ده اللي لا يا نغم غلطانه، ما كنتش سبتيها خالص، كنت كلمتيني يا شيخ كنت جيت لك انا. لا غلطانه. وبعدين ايه يعمل فيها كده ليه؟ مش فاهمه والله. ده انا عندي موظف عيل صغير فرحان بامه رايح الحج وانا عايز اروح لامي واستاذنك ونخلص شغلي كله وجاي من النجم عشان يخلص شغله عشان ما يبقاش حجه. لا قوه الا بالله. والواد بقى فرحان وطاير عشان يروح لامه، ده يروح التاني ده يروح يرمي امه كده. مش عارفه والله. وبحجه ايه؟ حجه انا رايح تحج. يا اخي لو دعت عليك هتخفسك. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ في بني ادمين كده، في ولاد كده. انت عارف اللي مضايقني انها طول الوقت عماله تنكر اكيد مش متوقع يا بنتي. اي حد مكانها اي حد مكانها يتوقع كده. مش متخيل ان ابني يعمل فيه كده. ابني اللي انا مربيه، اللي انا بخاف عليه، اللي انا لما بيعي بعالجه وما نامش لما يخف وقلبها كله ياكلها عليه. بقول لك على حاجه، شوفوا هو عمل كده ورغم كده برضه ما ترضلوش الضرر. تخيلي لو قابلته مش لو قال لها هتجري عليه وتقول له سلامتك يا ابني. ايه الامهات كده؟ قلبي على ولدي بس هي كده. بس الواحد ما يتوقعش ان يأذي امه للدرجه دي يرميها في شارع. ايوه يا بابا يا اخي ده ايه ده؟ قعدت اتحايل عليها وكتير جدا. ده ايه الجحود ده؟ ورفضت. ده جحود يا بنتي، ده جحود. بقول لك ايه بالله عليك، روحي لها. هي اكيد هتفضل مستنيه مش تتحرك من مكانها. روحي لها وما تتحركيش الا بيها. ايوه بابا ما هي رفضت. اقنعيها بكل الطرق. قولي لها بصي انت كده اتضحك عليكي وتعالي نفكر نشوف هنعمل ايه عشان نجيب لك ابنك. اغريها بابنها. قول لها طب ابنك اعتبريه يا ستي نسي، اعتبريه تعبان، اعتبريه اي حاجه، بس تعالى عشان نفكر ونشوف انت هتمشي ازاي عشان الوقت الحج ده. تيجي حتى لحد ما نعرف نتواصل معاه ولا تقولي لها عنوان ولا اي حاجه نروح له. طب ما انت بتفكري هما بتقفلها عليها ليه؟ طب ماشي يا بابا ما انا حاولت اقول لها حاضر ماشي. مستنيه ايه؟ ماشي يا بابا. وما تجيش الا بيها. حاضر. لو ما جاتش معاك كلميني. حاضر يا بابا. انا هجيلك. ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. معقوله الجحود يوصل للدرجه دي مع العيال؟ يعملوا كده في امهاتهم؟ لا اله الا الله. ده الست ممكن عشان ما تحرجهوش ما تروحش تواجهه عشان ما تحرجش ابنها. وبعدين ايه مراته دي؟ اكيد مراته دي اللي وراه، اكيد هي اللي مقويه دماغه. معقوله في كده؟ اسلام ايه انت كل ده؟ انا كلمت المشتري وهو قال لي نص ساعه هيبقى موجود. طب كويس تمام. طب وانت ما لميتيش الهدوم ليه؟ لميتها طبعا بس سيبها فوق. بس رايك بقى احط الهدوم فين؟ احطها بره ولا ارميها ولا اعمل ايه؟ ولا احطها بره في البوابه؟ هقول لك احنا نحطها بره ونقفل البوابه عشان بصراحه مش عايزه اقابله لا يصعب عليا ولا حاجه. يصعب عليك؟ معلش يا حبيبي
اللي يصعب عليك ايه؟ بقول لك ايه اللي يصعب عليك يفيرك، احنا عايزين نشوف مصالحنا. طب خلاص يلا اطلعي هاتي الحاجه وانا هخش اجيب الورق. طب يلا بسرعه. يلا انجزي. اسلام. الحمد لله. الحمد لله ان انا لقيتك. انت لسه زي ما انت يا حاجه. انا قومي مستنيه اسلام. قومي بالله عليك. قومي بصي، هتيجي معايا البيت وتقولي لي العنوان وانا هروح اجيبه لك لحد عندك. لا قومي يا حاجه الله يبارك لك. انا مش هاجي، انا بس عايزاكي قومي تجيبي لي بق ميه. انا هجيب لك ميه واكل وكل حاجه. انت هتموتي من الشمس، تجيلك ضربه شمس لا قدر الله يجرى لك حاجه. بالله عليك اسمعي الكلام. يلا بالله عليك. لما يجرالي وابني يجي يلاقيني مكاني احسن ما يجيش، احسن ما يجي ما يلاقينيش هيدوخ عليا. بالله عليك احنا هنتصل بيه، مش معانا رقم، وانا قولي لي العنوان وانا هوصل له لحد عنده. احنا مش هنسيبك كده، بس تيجي تريحي في البيت ما ينفعش. الشمس دي غلط عليكي، وانت يعني ست كبيره واكيد تعبانه. تشربي بق ميه، تاكلي لقمه عصير حتى يبل ريقك. بالله عليك اسمعي كلامي. انا بابا ما قال لي ما تسيبيهاش. انا بابا على فكره انا حكيت له وقال لي لازم تجيبيها البيت، ما ينفعش يا بنتي نسيبها كده. بالله عليكي انا اصلا مش هينفع اروح من غيرك، بابا ممكن يعمل اي حاجه. انا حاسه ان المكان هنا جديد. هي دي اصلا بلد ايه؟ بلد ايه يا ست؟ دي صحراء وده الطريق الصحراوي. قومي بس قومي، احنا في الفيوم. قومي بقى. ايه الفيوم؟ ايوه. هو انت منين يا حاج؟ الفيوم يا ابني. اخص عليك يا اسلام، اخص عليك. ما عملتش فيه حاجه وحشه. هدي نفسك يمكن بس. ما اكلتهمش حرام. معلش حقك عليا انا. يا احمد ما سالتش اخوك يا احمد. انت عندك ابن تاني اسمه احمد؟ ايوه حبيبي. طيب ما مش حافظه رقمه طيب يا حاجه ولا اي حاجه؟ ما سالتش اخوك يا احمد. يمكن ما يعرفش عن اللي حصل ده. ازاي؟ معقوله يكون متفق معاه؟ لا بصي ما تحطيش سيناريوهات بقى كتير في دماغك كده وحشه. بالله عليك انت مش طايقه ومش ناقصه. تعالي بس معايا البيت، استهدي بالله كده، تاكلي لقمه حلوه وتشربي حاجه تبل ريقك، وبعدين نكلمهم او قولي لي على عنوان وانا هروح لحد عندهم ونشوف. يمكن احمد اخوه ده ما يعرفش حاجه عن اللي حصل ويجي ويلاقيكي. انا مش عايزه اكل ولا عايزه اشرب، بس عايزاكي بس تكلمهولي تاني. هنكلمه بس ما ينفعش يمكن وقعدك هنا. بالله عليكي انا وقفت 5 دقايق دماغي وجعتني، انت بقالك اكتر من ساعتين. الله يبارك لك. يلا اسمعي كلامي بالله عليك. بالله عليك يعني ابوس رجليكي يعني ولا اعمل ايه؟ والله العظيم بابا قال لي ما ينفعش تسيبيها وياكي تيجي من غيرها. يرضيكي بقى بابا يزعل مني؟ مش عايزه اتقل على حد. لا ما انت مش تقيله ولا اي حاجه. عيالي هيجي ياخدوني، عيالي مش هيسيبوني صدقيني. طب بس ما احنا هنلاقيهم، مش هنسيبهم، مش هنسيبك هنا معايا، هنلاقيهم ان شاء الله. اسلام ايه يا بابا؟ ايه؟ دي هدوم احمد اخو. طب خلاص تمام يعني كده؟ اه طب كويس. احنا نسيبها للمشتري اللي جاي ده، نسيبها له امانه، لما يجي احمد اخوك بقى يبقى يديها له. طيب ماشي مصلحه. ماشي، هو زمانه جاي دلوقتي. خلاص اوكي. ماشي. رب بس ما تاخر اهو. جاي. يلا روح افتح له. ايوه جاي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اللي جاي اشتري البيت. انت اسلام؟ تمام. تعالى يا فندم، تعالى خش. اتفضل. تعالى اتفضل. اتفضل حضرتك، اتفضل. اخويا اتفضل. اتفضل نورت البيت. اتفضل يا استاذ. تعالى اتفضل يا باشا. اتفضل يا استاذ. جدا والله. لا واضح. البيت بص، البيت ده طيب. احنا مشطبينه على اعلى مستوى. والله انا زعلان اني هسيبه اصلا بصراحه، بس نعمل ايه بقى، الظروف والسفر وكده والدنيا. ما دام قدامك مصلحه تقضيها البيت تتعوض. المهم أكيد. انا جبت الفلوس ده المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه. بص البيت بتاعنا هيعجبك قوي. انت بتعمل ايه يا اسلام؟ انت بتعدي ورا الراجل. الراجل ده مضمون، ده جاي من طرفي. لا حقك عايز تعد براحتك. لا يا باشا، احنا هنعمل طيب ازاي؟ تمام. عشان انتوا مستعجلين وبتقولوا محتاجين فلوس باي طريقه او تسافروا. ده انا حتى مجهز لك القلم. طب كويس. امضي يا اسلام بسرعه، خلينا نلحق الطياره.
عايزه يبصم يا استاذ؟ لا انت بس اللي هتمضي شهاده. عيوني. حاجه تانية يا استاذ؟ ماشي يا باشا. لا خلاص ماشي كده تمام. ماشي. بقول لك ايه، هطلب منك طلب بس. براحتك. لو عايزه تقعدوا لحد بكره ولا لا عادي. ماشي، مش احنا كده. مجهزين حاجتنا كلها، بس انا لا، بص، انا هتسيبها لحد يعني. في حد كده هيعدي عليك كمان شويه، تمام؟ اديله الحاجه دي. لما يجي يسال بس على الحاجه بتاعته قول له خد اتفضل. ايه ده لبس؟ لبس. ما احنا مطلعينه لله. بتطلعوا حاجه لله يعني؟ تؤمرنا ماشي، بحاجه؟ تمام. لا خلاص كده، انتوا لو عايزين زي ما بقول لك كده، لو عايزين اسيب لكم البيت شهر ولا 2 عادي. لا يا باشا، لا ايه يلا. لا لا لا، ده احنا ماشي. عندنا طياره كمان شويه. يلا بس عشان عندنا مصالح يعني. طيب ماشي تمام. نسيب لك البيت اهو، الدنيا تمام اهو. خلاص ماشي. يلا 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 يا اخويا. تأمرنا بحاجه يا باشا؟ يلا سلام عليكم، سلام عليكم. ايه ده؟ ما خدوش حاجه خالص، حتى اللبس بتاعهم بان هيتبرعوا بيه. يلا مش مهم، المهم ان انا خدت البيت ده، شكله بيت كويس. اطلع اشوف فوق الدنيا فيها ايه. يلا يلا بقى نخلص. الحمد لله. ايه في ايه تاني؟ معلش يا اخويا، بس نسيت حاجه جوه، هروح اجيبها واجي. طب انجزي بسرعه قبل ما احمد ما يجي. ماشي، استنى. انجزي. استغفر الله العظيم، دي نسيت دي كمان، دي هي ناقصه عطله. ايه يا اخويا؟ ايه نسيتي حاجه عايزه تاخديها؟ هي عمولتي فين؟ لا ما تقلقيش، هحولها لك. اوعى تكون حطيتها في الشنطه. لا طبعا، ودي تيجي. هتحولها لي يعني؟ طبعا هحولها على حسابك انت. ماشي، مستنياك. هتحولها امتى؟ النهارده ان شاء الله. لما تحولها دلوقتي. حاضر، طب اطلعي بقى انت دلوقتي وانا هحول لك. ماشي، مستنياها. اوعى تنسى استاذ اشرف، مفيش بيت بالسعر ده، انا بقول لك اهو، علشان بعد كده اظبط لك كام حاجه تاني. ماشي، ما انا عارف برضه انا ما اقدرش اخسر عامله حلوه زيك. شكرا. اتفضل. يلا باي. يا ساتر، ده انت طماعه قوي. لا بس البيت يستاهل برضه، يستاهل الواحد يديها عموله واثنين وثلاثه. اتاخرت كده ليه؟ ايه يا اسلام، انا جيت اهو. كل ده معلش. تعملي ايه؟ نسيت الدواء بتاعي، فقلت اجي اخده. طب يلا، طب عشان نلحق نمشي. طيب ماشي، عايز الشنطه دي بقى خليها معايا. تاخديها معاك وانت مش واثقه فيا يعني؟ عيب عليك يا اسلام، بس انا وانت واحد يا هو احنا حبيبي. دلوقتي هنروح فين بقى؟ عند بيت ماما طبعا. ماما تلاقيها مستنيانا دلوقتي. ماشي. طب يلا، طيب نلحق ننجز كده قبل ما احمد يطب علينا. يلا 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 بسرعه. بقول لك ايه؟ ايه انا حاسس ان طب اسلم على احمد. طيب يا اخويا، هنسلم عليه ليه؟ يلا يا بابا يلا. اللي صعب عليك ايه فرق بقى يا انا اسلام؟ متضايق بجد. يا لهوي يا مرارتي يعني. طب يلا هيقول لي هنتضايق ومش هنتضايق. خلاص. طب يلا يلا يا اسلام. يلا يلا يا اسلام، ما تعصبنيش. بقول لك ايه؟ خير تاني. مش كنا طلبنا مبلغ اكتر؟ لا، هو البيت ده يجيب قد كده. طب يلا يلا. بقول لك ايه انت؟ ايه؟ انا عايزه اعمل شوبينج. ايه؟ شوبينج. الله يرحم امك. يلا يلا. قصدك ايه يعني؟ يلا. والله انا اوريك يا اسلام. تعالي يا حاجه، اتفضلي يا بابا، انا جبتها. اتفضلي يا حاج، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي اقعدي. تعالي يا نغم، تعالي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بصي يا حاج، انا عايز اقول لك كلمتين. كل البيوت بيحصل فيها مشاكل كتير. انا ابني بس هفهمك. ابني كان بيوديني الحج، حتى عمل لي كل الاوراق، وبس هتلاقيني ساعه مثلا في الاوضه وهو بيجهز لي الهدوم وكده. ويمكن ساعه في الدولاب مكان، يعني حطها مكان الهدوم والكلام ده كله. ما اصل اللبخه بقى والفرحه كانت كبيره، مع ان مراته كانت متضايقه، بس هو كان فرحان. ايوه، هو كان فرحان قوي. بصي ما تصعبيش عليا الموضوع يا حاجه. بصي البيوت كلها بيحصل فيها كده، واكتر من كده كمان. في ولاد عاقين وبتختلف بالنسبه لواحد للتاني وكده. لا ابني مش عاق. ما انت امي بقى مش هتصدقي على ابنك اي حاجه، احنا عارفين ده. انا قلت لبنتي كده، قلت لها يا بنتي دي ممكن هي كمان ما تصدقش على ابنها اي حاجه. طيب اسمحي لي بس اخد منك العنوان واروح اشوف اذا كان ابنك ده هو اللي عمل كده، عمل معاكي حاجه، ضايقك، يقصد حاجه، بس واجي اعرفك كل حاجه. وحضرتك برضو مش مصدقني ولا هتصدقني.
انا بس الخدمه الوحيده اللي تعملوها لي هما حاجتين اتنين: اشرب بق ميه. بسرعه يا يا نعم، ربي ده بسرعه انا اسفه، انا نسيت بس. بسرعه. معلش. حاضر حاضر. هي قالت لي بس انا نسيت. ماشي ماشي حاضر، بسرعه. والحاجه التانيه ان انا بس عشان معرفش اسامي المكان هنا، هي بس تعرفني اسامي الشوارع وانا هوصل البيت. هروح البيت اشوف، يمكن مراته تعبت، يمكن حصل حاجه، هشوف ايه اللي حصل. ما انا عايزه اطمن عليه برضو، ما هو ما يقعدش كل الفتره دي وسايبني. واحمد ابني. اتفضل حضرتك. اصل احمد. طب هجيبها لها ازاي دي؟ هجيبها لها ازاي بس؟ لا مش هينفع كده. طب بقول لك ايه يا حاجه؟ اصل احمد هيقعد يدور عليا برضو. طيب هقول لك على حاجه، هو ابنك ما عملش حاجه، خلاص ماشي، هنعتبره ما عملش حاجه. عارف، اقعدي هنا اديني بس العنوان وهروح. يمكن الشركه هي اللي غلطت، الشركه بتاعت النقل اللي بتنقل الحجاج دي غلطت. ايوه يمكن أيوة مثلا أكيد. حصل ظروف ولا حاجه ونسي الورق فعلا، لو كان طلع لك ورق. فبصي بقى، اديني العنوان وانا هروح، تمام، وهتاكد ان المشاكل دي ما حصلتش وكده، او حصلت، وهاجي اقول لك بالظبط ايه اللي حصل، بس عشان نطمن عليكي. فاهميني؟ بس احنا افرضي حصل حاجه مثلا، لا قدر الله، هو ابنك مش وحش ولا حاجه، بس افرضي حصل حاجه زي كده وابنك اللي قاصد الكلام ده، نعرف ازاي؟ يبقى انت تقعدي هنا لغايه ما اروح اتاكد واطمن واجي اقول لك الموضوع لا بما يرضي الله وبامانه الله. لا تروح فين؟ بابا عنده حق، صدقيني، اسمعي كلامه. انت هتروحي وتبهدلي، تخليكي مستريحه معايا، انت شايفه بيتنا، وانا هروح عشان مش أنا هتاخر عليكي. ما تقلقيش، هو هيروح يشوف الدنيا فيها ايه واجي ابلغك يطمنك بالامانه على فكرة. باللي هشوفه هاجي اقوله لك. ما ينفعش تروح وتحرج ابني. انا مش هحرجه، انت برضه فاهماني غلط، انا مش هحرجه. اصل انت ما تعرفش انا مربياهم حلو قوي، مربياهم الاتنين كويس اهو. مش رباب كان عمل فيك ويعني هما حبيتين عيني، واحد عين اليمين والتاني عين الشمال. حضرتك يعني واحده زي حضرتك مش هتربي تربيه وحشه، بس بابا عايز يستفسر بس ويشوف الدنيا فيها ايه، امن بدل ما بقول لك احنا ايه بقى يا نروح نغم، انا كده مش هينفع. بقول لك انت مش صغيره يا ست، ابنك عامل فيكي كده وواضح الموضوع قوي، ده العيل الصغير هيفهم. بابا عمل ايه؟ عمل فيكي ايه؟ رميكي في الشارع وما مطلعكيش ولا جواز ولا بتاع، في ايه يا حاجه؟ هو حضرتك بتتكلم كده ليه؟ لا ما انا طبعا. عايزين نلحقك بقى، انت كده رايحه في حته وحشه قوي، انت لا. كده هتصدمي صدمه كبيره، صدمه عمرك كده في ابنك ده. لا اله الا الله. بصي، اسمعي كلام بابا بالله عليكي، اسمعي يا ست اديني بس العنوان وانا هعرف لك كل حاجه، لو ابنك هو اللي غلطان هقول لك، مش غلطان هاجي اقول لك برضه. انت ليه مش مصدقه انه يعمل فيك كده يعني؟ ولو غلطان اعمل ايه؟ هتعملي ايه؟ تبقى محرصه بعد كده منه، ما تعمليش خطوه من ورا منه بعد كده. خلاص تبقى فاهمه ان ابنك ده وحش، خلاص انا مش هتعامل معاك، انت ابني يا ابني بس انا مش هتعامل معاك مش بس. هتعامل معاه. حاضر. اديني عنوانك. حاضر هديكوا العنوان. حاضر. واسم حضرتك ايه؟ ام اسلام. ام اسلام. خلاص ماشي. تعالى يا اسلام، تعالى. ايه ده؟ ايه البيت ده؟ ايه بيت امي؟ هو ايه البيت ده؟ اللي بيت امك. تعالى اقعد. وانا هقعد اعيش هنا في البيت ده؟ اقعد ها؟ ارتاح. انا هعيش في البيت ده؟ ماله البيت ده؟ ما انا كنت عايشه فيه. لا بس يعني معلش، يعني انت بتقولي كنا عايشين في فيلا، انت النهارده بتتكلمي عايش في شقه. ايه ده؟ لا احنا لازم نتصرف بسرعه ونجيب فيلا بسرعه ونقعد فيها. ايوه انا مش هقدر استحمل هنا كتير. فعلا هنا وحش، صح. على فكره انا كنت عايشه هنا وببات هنا وباكل هنا ماشي، وبشرب كام هنا. بقى؟ ودلوقتي بقينا عايشين فين؟ في حته تانية خالص، ما ينفعش نقل من المستوى، لازم يبقى مستوانا اعلى من كده تاني. خلاص ماشي. على العموم، ايوه على العموم يعني في حته هنا جنبنا كومباوند جديد، تمام. تمام، كله فيلا زي طب الفل ما حلو ده قوي. وباسعار لقطه. طب ما حلو عيب عليك، سيبها لي بقى، هوقع لك فيلا تحفه. خلاص تمام ماشي اوكي. ده حتى الباب، بص انا هنام ازاي كده؟ انا الباب بيفتح ويقفل يا لوحده. اخويا خش جوه نام، ولا اقول لك هقوم لك تريح هنا؟ انا مش الفلوس دي جوه. لا انا هخش انام على السرير، مش عارف انام على الكنبه. ماشي يلا روح ماشي. نام على السرير. تمام. على ما ايه، ماشي وغير هدومك بقى، خد لك شاور ماشي، كده هريح. يعني. شاور في ايه؟ ماشي يلا. طب الحمد لله، تخليه ينام. انما انتوا بقى حبايبي الحلوين، ان انا عملت كل المواضيع دي كلها عشان اطلع بيكم. خليك انت بقى يا اسلام
في قعدة وشقة امي. هي اصلا مش بتاعت امي، بس خليك يلا تلبسها، نسجلك كمان شوية. وانا اروح بقى اعمل الشوبينج واجيب لي الفيلا اللي انا عايزاها. وانت يا حبيبي اخلعك، يلا مع السلامة. يعني اخيرا هعمل الشوبينج اللي انا عايزاه. ما انا حولت لها العموله بتاعتها، هي جت تاني ليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ اسلام؟ لا حضرتك فاهم غلط. مش حضرتك استاذ اسلام؟ لا انا اشتريت البيت من الاستاذ اسلام. إيه بيت؟ لسه شاريه النهارده حالا. معلش يعني ايه؟ معلش عايز افهم. هو انت حضرتك يعني عايز اسلام فين؟ انت عليه فلوس ليك يعني؟ لا 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 خالص، لا لا خالص لا. طيب انت لو عايز اسلام تقدر ترن عليه او اديك رقم ترن عليه. لا مش انا اللي عايزه. امال مين؟ والدته. والدته؟ لا انا ما اعرفش حاجه عن كده. يعني هو ما قالكش اي حاجه؟ يعني هو بقى لسه بايع النهارده؟ لسه بايع النهارده، ما بقالوش نص ساعه. ده كان يا استاذ، ده كان مطلع والدته الحج ورماها في الجبل. انا ما اعرفش حاجه عن كده، كل اللي اعرفه ان هم عايزين الفلوس عشان كانوا يسافروا. يسافروا؟ اه. طب ما ادكش اي معلومه؟ قالك هيروح فين؟ معلومه ايه؟ يعني هيسافر فين؟ لا ما اعرفش. طب هو ملوش اخوات، ملوش قرايب؟ انا ما اعرفش حاجه. طيب انت شكلك كده محتاج مساعده ولا حاجه؟ فعلا كان في شنطه سايبينها هنا معايا عشان اديها لحد هيجي يسال عليا يعني. ثواني. مساعده؟ مساعده ايه؟ ده فاهم غلط ولا ايه؟ ما نشوف. ده تقريبا لبس من اللبس بتاعهم يعني، لو انت عايز لبس يعني ولا حاجه. لبس جايبينه؟ ده قال لك انت بتدول مين؟ قال لك دي لاي حد يخبط يعني؟ قالوا في حد يجي يخبط يديله اللبس ده. طب بص يا استاذ، انا عايز افهمك بس الموضوع برضو عشان تبقى ايه. انا عارف في ناس كتير قوي ما بتحبش اللبس. انت عايز فلوس ماشي، خد. حتى تحتبر حلاوه النهارده كده ان الواحد اشترى البيت النهارده كده وربنا كرمه. خد امسك يا حاج. خلي فلوسك يا استاذ. تقول ايه؟ امسك يا حاج. يا راجل ده انا صاحب شركه، ما تزعلش مني اشتري 10 بيوت زي دي. ليه كده بس؟ ليه المعامله دي بس؟ ما انا مش عارف انت ليه المنظر يعني يقول لك انا بشحت يعني؟ ينفع كده؟ هم قالوا ان في حد هيخبط يا عم حد هيخبط ايه بس؟ بص انا شكلي فهمت غلط. ممكن بعد اذنك تيجي نقعد شويه وافهم منك الدنيا فيها ايه، ولو اقدر اساعدك هساعدك. يا ريت. اتفضل. طيب تعال اتفضل. اتفضل حضرتك. قول لي بقى فيه ايه؟ يا استاذ انا كانت بنتي ماشيه في الجبل. ايوه. لقت ست ماسكه شنطه سفر ولابسه لبس حج. وراحت حج. بتشوف في شنطتها لقت ورق ولا باسبور ولا حاجه. ايه يا ستي اللي عملك هنا وجابك هنا؟ لا مكان حج ولا مكان اتوبيسات ولا مكان عربيات خالص. ماشي. اللي انا فهمته ان ابنها رماها. انت لما جيت لك انا هنا قفلت لي القصه، يبقى هو بيبعدها كده عشان يبيع البيت. هم فعلا كانوا مستعجلين على انهم يبيعوا البيت ده. حتى انا خدت البيت باقل من ثمنه بكتير قوي، بس كانوا مفهمين ان هم محتاجين فلوس عشان عايزين يسافروا. اهو دي بقى ما اعرفش القصه بتاعتك دي. طب انت كده اللي كملت لي. الست موجوده عندي على فكره، وانا جاي عشان استفسر من ابنها هو عمل كده ليه. اتفاجئت بيك ان انت بتقول اشتريت البيت، يعني معنى كده ان هو عمل كده عشان يبيع البيت. انت كملت لي القصه اللي انا كنت مشتت فيها خالص. والله انا مش عارف اقول لك ايه. طيب ما تعرفلوش عنوان، ما تعرفلوش طريق، رقم تليفون اعرف اجيبه منه؟ ما انا بقول لك انا معايا رقم تليفون. طيب حط لي رقمه هنا. طب ما فيش رقم تاني؟ لا يجوز ما يردش مثلا على الرقم ده. يا اسلام. ايه ده احمد؟ ايه ده؟ انت ايه ساكن قريب من هنا ولا ايه؟ استاذ علي، انت رنيت عليا وانا ما ردتش. انت كنت عايزني فيا خير. لا مش عايزك ولا حاجه. ومين ده يا استاذ علي؟ ايه اللي مين ده؟ هو انت داخل كده ازاي اصلا؟ ده بيتنا. داخل كده ازاي؟ ده بيتك؟ بيتك ايه؟ ده بيتنا. انت مش قول شاريه يا استاذ؟ انا شاريه من واحد اسمه اسلام. اسلام اخويا؟ هو انت ليك اخوك اسمه اسلام؟ اخويا اسلام. انت شاري البيت ده ازاي؟ لا استنى بس انا مش فاهم يا جدعان، لخبطتوني ثواني بس. هو انت شريته من اسلام ده صح؟ ايوه يا حاج انا شاري البيت. اسلام ده اخوك انت؟ اسلام ده اخويا. وانت ما حضرتش البيعه دي؟ لا كان فين انت اصلا؟ يبقى اسلام اخويا طلع والدتي الحج وبعتني اجيب حاجات عشان يبيع البيت. هو فعلا كان مستعجل في بيع البيت. ايه ده؟ لا هبقى الحاجه دي كده تعالى لي.
احنا متشكرين يا استاذ، انا اسف بس ليه قاعده معاك تاني ماشي؟ ومتشكر، انا اسف على الازعاج. تليفونك اهو. ماشي. قعدة ثانية ايه؟ ده بيتنا. يا بيتنا احمد مش سعيد. تعالى لي، امك عندي يا حبيبي، امك ما راحتش حج ولا حاجه، امك عندي، تعالى بس انا. والدتي عندك؟ تعالى هفهمك كل حاجه يا حبيبي. طب يلا بسرعة ودينا يلا. عند والدتي. بص يا ابني، امك ما راحتش تحج ولا حاجه، امك مضحوك عليها ماشي، ومش مصدقه ان اتضحك عليها من اخوك ده. اخوك قال اسمه ايه؟ اسلام. مش عارف إسلام. خالص اسلام ازاي يعمل حاجة زي كده. هو اكيد يا ابني هو اللي قاصد ده. انا اول ما بنتي حكيت لي الموضوع بتاع امك ده وانا عرفت ان في ابنها هو اللي عامل بيها فيها كده، هي مش مصدقه ومش مقتنعه. فهروح يا ابني دلوقتي نلم نفسينا كده ونشوف الحكايه ماشيه ازاي، وانت تحكي لامك على اللي حصل. اديك شفت راجل راجل ملوش ذنب يعني في حاجه. يلا بس على ودينا عند والدتي. يلا واضح كده ان اسلام ده نصاب كبير، وربنا رزقه بواحده كمان بتنصب عليه تاني. انا كده البيت ده لازم ابيعه باي تمن، المهم ان اخد مكسب بسيط حتى فيه وابيعه واخلص منه. شكلها كده البيعه دي هيجي من وراها خسائر كتيره قوي او مشاكل كتيره قوي. يا بنتي دي راحت فين بقى؟ يا نزلت ولا ايه؟ تكون راحت تجيب الشقة ولا الفيلا دي، تشوف الناس. استنى اتصل بيها. الو، ايه يا انت فين؟ ايه يا اسلام؟ انا فين؟ لا خلاص يا حبيبي، إيه انا في بلاد الله. نسيت اقول لك صحيح. إيه يا ريت بقى تحصل ماما اللي رايحه تعمل عمله في الصحراء. ايوه بجد يا اسلام. معلش يا حبيبي. وبرضه نسيت اقول لك، انا كنت مأجرة الأوضة اللي انت كنت قاعد فيها دي يومين، النهاردة وبكرة، قدامك لحد بكرة بقى عشان تمشي، ولا يجي حد يطردك ولا حاجة. انت مش وشي بهدلة. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتضحكي عليا؟ انت خدت الفلوس وهربتي يايا؟ ده انا وثقت فيكي وربنا ما هسيبك. انا مش هسيب حقي، انا هجيبك وهوريكي. ماشي يا آية، وربنا لا ادور عليك لحد ما الاقيكي. انا مخيلك اركبي يا بيبي. يلا باي. سلام. تعالى يا احمد تعالى. ماما ايه؟ احمد انت فين يوم؟ احمد وانت هو قاعدين بس يا حاج الاول ياخد نفس. خش يا حبيبي اقعد، خش اقعد على السرير ويقعد بس يا حاج. احمد اسلام جه معاك صح يا احمد؟ هو اهدي يا حاج هيفهمك كل كان حاجه. متلخبط صح؟ ايوه اهدي هيفهمك كل حاجه. المهم يا انت فيك اي حاجة؟ انا كويس. حاجة؟ انا حلو. اخوك فين؟ ونزل ورق ميعاد الطياره يا احمد. وحيد الله يا حاجه، وحيد الله لا. اللي احنا كنا ابني في حاجه؟ لا ابني زي الفل، بس للاسف يا ريته كان في حاجه يا حاجه. يعني ايه؟ كنا عالجناها. لا بعد الشر. ابنك ما فيهوش حاجه الحمد لله. سوء الظن اللي احنا ظنيناه يا حاجه طلع صح. ايوه يلا نقوم إيه؟ نروح يلا فين؟ ابنك باع البيت يا حاجه بتاعك. ابنك عامل الفيلم ده كله عشان يبيع البيت. بيت مين؟ بيبعدك عن البيت وبعد اخوه عن البيت عشان يبيع بيتك اللي انت كنت عايشه فيه معاه. بيت مين؟ بيتنا هو في كده؟ بيت انا يا احمد اتفقت على امك يا احمد. بعت البيت يا احمد. البيت هو ماله احمد يا حاجه؟ انا ما اتفقتش. بقول لك احمد بعده عن البيت، يبدا اخوه بعده عشان يعرف يبيع البيت هو ومراته. واخوك فين؟ ما اعرفش، انا روحت البيت ما لقيتوش. ليله واحد تاني شاري البيت وقاعد فيه. اسلام باع البيت ليه؟ يكون جرى له حاجه؟ انا بقول لك ايه، انا كده الست دي هتوترني. في ايه يا طب. حاجه ام مسلم؟ فوق شويه وعرف احنا بنقول ايه. طب هو باع البيت ليه؟ بس ليه بقى يا حاجه انت؟ احنا بقول لك ابنك غدر بيكي فهمتيها؟ البيت بقى يا ماما خلاص. وصلت؟ مش عايزنا، رمانا خلاص يا في الشارع. مش عايزنا. طمع في فلوس وغدر بيكي، انت مش مصدقه ليه؟ ما في عيال كده اكتر من كده بكتير. انا السبب. انت السبب؟ ايوه انا السبب. انا خفت. السبب في ايه؟ وفي سبب لكده اصلا؟
خلاص يا امي. أيوة. كل اللي راح يتعوض. انا اللي اكلتك له يا احمد، انا اللي قلت اكتب له كل حاجه، اكتب له كل حاجه عشان خاطر يبقى واسع عليك، دي غلطه. عشان خاطر يبقى معاك، عشان تبقوا في ظهر بعض. غلطانه يا حاجه. انا اللي ضيعتك يا ابني. انا احمد، سامحني يا احمد، سامحني يا احمد، حقك عليا. انا مسامحك يا امي. المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه ولا نروح فين؟ هنروح فين؟ انتوا ما تقلقوش خالص. تروحوا فين خد يا حاجه؟ خد يا احمد. يا حاجه خلي دهبك في ايدك يا حاجه بعد اذنك. هتروح فين يا احمد؟ على فكره احمد شغال معايا في شغلي في شركتي. ايه؟ انا شغال مع استاذ علي. وده اللي انت شغال معاه؟ فبالصدفه كان جاي البيت وانا بقى بشوف اسلام ابنك، لقيت الراجل اللي شاري البيت، لقيت احمد داخل علينا على اساس انه بيتي يا عيني. اتصدم لقى الراجل اللي شاري البيت. فانا بالصدفه ان احمد شغال معايا. فانتوا مش هتمشي من هنا يا حاجه، لا انت ولا احمد. لما ربنا يسهل كده يومين ثلاثه كده يشوف لك مكان انت وابنك وتقعدوا فيه. لا استاذ علي احنا هنمشي. مفيش الكلام ده يا حبيبي. امسك ده مفتاح شقه صغيره كده هتقعدوا فيها في البيت هنا عندنا فوق، ووقت يومين ثلاثه كده لغايه ما اشوف لك مكان يا ابني انت وامك. ما تقلقش من اي حاجه. ايوه بالظبط، وما تقلقيش خالص، انا هبقى معاكي وهاجي ابص عليكي، واللي انت تحتاجيه كله انا هعمله لك. والبسي دهبك يا حاجه بعد اذنك. ما تهزقناش يعني، عيب. حطي دهبك في ايدك. كل حاجه راحت. ست انت مش بصحتك. الحاجه الحمد لله يا امي ان انت بخير. وشوق للحبيب النبي. على فكره اتكتبت لك والله. وان شاء الله ربنا يكرمك وهيكرم احمد وهيبقى معاه فلوس وهيعمل لك حج وعمره، كل اللي انت نفسك فيه. معقول؟ مش مهم. معقول ربنا مش عايزني عنده؟ عشان كده ما كتبهاش ليا. طب وليه ما تقوليش ربنا مش عايز يتعبك وحسبها لك يا حاجه؟ ما اتحسبت لك طالما كنت ناويه خير، كانت تروحي اتحسبت لك. كان نفسي اشوفه، كان نفسي ان شاء الله أزوره. تشوفيه، ان شاء الله تزوري باذن الله. كان نفسي ازوره، كان نفسي ازوره حتى لو كان هيبقى اخر يوم. ان شاء الله يا امي السنه الجايه هطلعها لك. ان شاء الله تطلعي السنه الجايه باذن الله. يا ريتني سمعت خبر البيت ده وانا هناك. كان كل حاجه في الدنيا هانت يا ابني، كل حاجه في الدنيا هانت. رواقي كده كسبت رواقي. الدنيا والاخره يا ابني. بص هقول لك على كسبت حاجه. الآخرة وخسرت ممكن تسمعيني الدنيا، مش طيب؟ مهم. ممكن تسمعيني بعد اذنك؟ الموضوع مش سهل، الموضوع صعب فعلا، ماشي؟ وعندك حق في زعلك ده وفي دموعك دي. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ابنك ده ظهر على حقيقته قدامك. المفروض تفرحي ما تزعليش. ابني، هو في ام تفرح؟ في ام تفرح ان ربنا كشفه لك يا حاجه، ده كويس انه بعد كده ما عملش فيكي حاجه. احمدي ربنا ان انت بصحتك. الحمد لله يا امي انت بخير. الفلوس بتروح وتيجي يا حاجه. الحمد لله ان انت اللي بخير يا ابني. ما اقعد بس ثواني هات لهم غدا يا بنتي. اقعدي يا حاجه. لا استني بس، استني لا ما هو دلوقتي يا احمد ثواني مش هينفع. شويه يا عم علي وهاجي نتغدى معاك. طب انا هطلع طيب. معاك واوريهم الشقه يا بابا طب ماشي، واعملي الاكل وطلعوا لهم بقى فوق. يلا حاضر. خلاص ماشي. ايوه ما تقلقيش خالص، انا زي بيتك. لا اله الا الله. في امهات كده قلبها ضعيف وعمرها ما تصدق على ابنها مهما كان. يا الواحد كان بيعمل عمايل برضه وهو صغير. الام دي قلبها كبير قوي، ما بيحسش بقيمتها الا صحيح لما تلاقي ضناك بيأذيك. يلا سلام البنك. طب الحمد لله. وشهم حلو الناس دي ولا ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه. اروح اقول لامي او اقول لها ايه؟ واخويا احمد اللي شردته، انا تعبت وضيعتهم معايا، والبيت اتباع والبيت ضحكت عليا ونصبت عليا. انا لازم الاقيها وارجع حقي، اروح استسمح امي، ومش ليا عين اشوف احمد. انا لازم اتصرف، مش هسكت بجد، مش هسكت. يا رب يسامحوني يا رب وما يزعلوش مني. اكيد مش هيسامحوني اكيد. انا لازم اتصرف، لازم.